انا والله الاكل الصحي ده الدايت مش متضايق منه خالص. كلنا بنشوف في السكر البني كتير في الاسواق، كتير جدا مننا بيبقى متردد ان هو يجيب. والاهم من ده كله لما تسال المحل ويقول لك بص يا ابني السكر ده للدايت، اي حد بيعمل دايت يقدر يحط منه براحته مش هيتخنك، وتلاقيه يقول لك ده كله فوايد اصلا وافضل بكتير من السكر الابيض. انت بوظت الرجيم كم مره في الاسبوع؟ عايز اقول لك ان السكر البني ده خرافه كبيره اصلا، لان ببساطه اغلب انواع السكر البني اللي موجوده في السوق دلوقتي بيبقى عباره عن سكر ابيض عادي جدا بس بيبقى معالج، يعني بيحطوا حاجه ليه اسمها دب السكر او صبغه كده لونها بني. معلقه السكر الابيض اصلا العادي فيها 16 سعر حراري، انما السكر البني فيها 17 سعر حراري، مفيش فرق كبير في السعرات، فانسى معلومه ان هو بيخسس. كمان السكر البني ده ما فيهوش اي قيمه غذائيه او اي فوائد، يعني زيه زي السكر العادي اللي احنا بنشتريه. خلاص الكلام، لما تحب تستخدم السكر استخدم اي نوع بس باعتدال، ويا ريت بقى لو نقلل السكر اصلا من اي مشروبات احنا بنشربها عشان اسعاره مش مضره بس لصحتنا، لا دي مضره لجيوبنا كمان. شكرا جدا، خلص الكلام ويلا سلام.